بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى ناس؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة هنبدأ فيديو روتين جديد، روتين سريع كده في المطبخ، او بمعنى اصح ضغطة كده شوية حاجات هجهزهم. الاول نصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. كنت جايبة الخضرة دي بصراحة، جوزي كان جايبها لي يعني من بالنهار ومن بدري. وانا كنت كسلت ان انا اعملها يعني، او انضفها واقطعها واعينها في علبة. انا بحب ان انا اقطع الخضرة عندي يا جماعة في علبة كده. ممكن احط كل نوع في علبة او احطهم كلهم في علبة، بس انا ما عنديش علب دلوقتي بامانة يعني، ما عنديش علب تلاجة ولا علب تخزين ولا كده. فالعلبة دي كانت مكان تمر، غسلتها، علبة بلاستيك غسلتها وشلتها وايه، وبحط فيها منديل مطبخ كده، وبقطع فيها الخضرة. ليه بقطعها؟ عشان أنا بستخدم الخضرة في السلطة، بستخدمها في المحشي، في اي طبخة مثلا بتحتاج خضرة، فببقى عاوزة الخضرة عندي تبقى حاضرة في التلاجة، ما طلعش لسه بقى واقعد اقطع واضيع وقت. فانا بالنسبه لي الخضره احبها تبقى متقطعه في علبه في التلاجة. التوم مفروم ومتفرز ومتعان في التلاجة. ممكن كمان اقطع بصل وفلفل وطماطم في علب كده. ومثلا لو عايزه اعمل كشنه، عايزه اعمل بيض، فول مثلا، بس بالخضار كده يعني. بتبقى اساسياته ايه؟ بصل وفلفل وطماطم. دول يبقوا متقطعين عندي. مش دايما، ساعات ببقى عاوز اعمل مكرونه، صلصه مكرونه سريعه، وابقى مضطره ان انا يبقى عندي خضار، فبقطع عشان اسرع على نفسي. اهو قطعت الخضره كده، واقوم جايبه تاني منديل، طبقتين كده، وحاطاه فوقهم، بحيث هي لما تعرق الخضره، او الخضار بيتنفس عموما لما يعرق يعمل ايه، يعني المنديل يشرب العرق ده. هنا كمان كنت فارمة توم، توم مع ليمون مع فلفل مع كمون مع خل، وملح وكزبرة وشوية شطة، شطة بودر يعني، وكمان بابريكا. وده علشان هعمل سمك. كان جوزي زي ما بقولكوا جايب لي سمك مكاريل، وعاوزة اعمله. كنا برا وكنا بنتمشى يعني، ولقينا عرض على السمك ده، و... وقال ايه، يعني نجيب سمك نعمل يوم، اعمل لهم يوم اكلة سمك. بس طبعا انا مش عاوزه اعمل سمك مقلي وكده، رغم ان هو وهو مقلي بيبقى لذيذ جدا جدا، بس انا مش عاوزه اعمل سمك مقلي، منه تخفيف يعني عن قلي الزيت وكده، وصحي يعني، يكون صحي، وعشان انا كمان اكل منه وما عملتش لنفسي حاجه واعمل لهم حاجه. فهو اصلا يعني بصراحه جوزي اقترح عليا ان انا اعمله صينيه زي السنجاري كده. ف آم، قلت بقى يعني الطريقه اللي بعمله بيها دي طريقه حلوه قوي، وكان في منتهى اللذاذه. ممكن بياخد منك وقت شويه عن اللي هو المقلي، بس والله في منتهى الجمال واللذاذه ما شاء الله. كنت مشغله بقى التابلت جنبي على القصه بتاعت آه، وفاء عامر والناس اللي هم اللي طالعين دلوقتي على النت دول، ومساجده وممكه والحبه المواضيع اللي طالعه دي. وربنا يسترها علينا منهم ويعافينا وكده. جبت بقى هنا البصل قطعته، عشان هقطع بصل وفلفل وطماطم للصينيه اللي انا بعملها دي. وكمان البطاطس، انا بعمل كده في حتت كده فيها زي جذور، او فيها نبات يعني، فيها جذور كده طالعه، فبشيلها طبعا. وبقشر البطاطس كده، وقلت لكم قبل كده ان انا بقشر البطاطس قشرتها تخينه، ومعرفش يا جماعه اعمل قشرتها رقيقه بصراحه خالص. ماما ربنا يبارك فيها بتعمل القشره رفيعه، وساعه لما تشوفني بقشر البطاطس كده، انت يا بنتي ضيعتي نص البطاطسايه في القشر. فوالله حاولت اعمل بالراحه كده واطلع القشر رقيقه، ما بتطلعش، بتشلني وما بتتقشرش. اهو غسلت بقى الخضار اللي انا هبقى محتاجاه، وجبت كمان عصرة الليمون. إيه، انا بقطع بالسكينه الكبيره دي، ما بعرفش اقطع بالسكينه كبيره يا جماعه، بس بقطع بيها ليه؟ عشان هي اللي حاميه. شوفوا حتى أنا اصلا والله وانا شايفه نفسي بقطع دلوقتي خايفه منها، هي حاميه. فبتساعدني شويه عن ان انا افضل اتبت في السكينه وافضل اعمل كده في الحاجه، فبتألمني. المهم الاكل يا جماعه ما يكون معمول بطريقه حلوه، مثلا مش حكايه صحي بقى ان يبقى معدوم الماده الدهنيه او كده، لا، اعمليه بماده دهنيه عادي، زيت، سمنه، اي حاجه، بس تبقى خفيفه خالص، بحيث الوجبه لما تتقسم على كذا شخص
هينوبك انتي نسبة صغيرة خالص من المادة الدهنية. يعني السمك بدل ما نقليه نعمله صينية، لذيذ جدا ومفيد وطعمه حلو. وكمان لا بتهدري زيت، ولا بتهدري دقيق، ولا بتهدري غاز، ولا اي حاجه. المهم يعني مش ده المغزى. المغزى ان انت تاكلي حاجه تريح معدتك وتريح بطنك وما تاذيكيش، تبقي واكلاها وتحسي ان انت خفيفه، مش مجرد ما تاكليها بعدها تحسي ان حرقان بقى في المعده وانتفاخ في البطن لا. اعملي الاكل اللي انت عايزاه، كل الاكل، واطبخي بسمنه، اطبخي بزيت، بس هيبقى حاجه خفيفه، فاهمني؟ المهم ان انا الخضار ده هقطعه كده علشان هحط له حبه من الخلطه بتاعه التوم اللي انا عاملاها عشان اتبل بيها السمكيه نفسها، وهحط له كمون، وهحط له ليمون مطحون وعصير ليمون وشويه ملح كده. ويا جماعه خدوها مني، خدوها مني نصيحه، سر من اسرار الاكل اللي يبقى لذيذ لازم أن تكوني معادلاه. مش تحطي له ملح وتظبطي ملحه وتمام كده، او تحطي للحاجه حلوه سكر تمام وخلاص كده انت ظبطتي السكر. لا، هتعملي حاجه حلوه لازم تحطي سنه ملح. هتعملي طبيخ او اكل زي كده حطي له سنه سكر. العكس يعني الاكل المالح حطي له سنه سكر، الاكل الحلو حطي له سنه ملح. الليمون الاصفر الكبير ده بيتاكل وطعمه لذيذ قوي 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 عن الليمون اللي هو الاخضر. الليمون الاخضر ده يتعصر بس، لكن الليمون الاصفر ده بيتاكل، حتى هتلاقوني بحطه على الكيك الدايت بتاعي اللي انا بعمله. خلاص قطعت الخضار كده، هقطع كمان البطاطس لاني هحط البطاطس مع يعني زي فرشة كده يا جماعة هنحطها تحت السمك. وكمان كان في يعني بصلاية وفلفلاية صغيرين كده، قطعتهم صغنن خالص 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 شبه المفروم كده، حشيت بيهم السمك مع التوم، الخلطة اللي محطوطة في الطبق هناك ده. تمام. طبعا يا جماعة انا بقطع الخضار الاول علشان هو ده بياخد وقت اكتر من التتبيل ومن السمك. عصرت بقى على الخضار ده ليمون كمان علشان خاطر البطاطس بتاعتي ما تغيرش لونها وتسمر. الليمون لو عصرتيه على البطاطس، على البرنجان، على التفاح، هتلاقيه لون الحاجة دي مش بيسود كده او بيغير مجرد ما تتعرض للهواء. حطيت شوية من الخلطة، وطبعا حطيت ملح وحطيت كمون وحطيت كزبرة وفلفل اسمر، وحطيت شوية ليمون مطحون مش عارفة صورتها لكم ولا لأ، وكمان سنة السكر بقى دي اللي بقولكوا عليها. وابدا ادعك الخضار كله بقى بالخلطه دي. هتدعكي بايديكي طبعا مش بمعلقه، المعلقه مش هتدعك لك حاجه، بس لا ايديكي حلو، او البسي جوانتي لو انت بتقرفي اصلا من نفسك. اعملي الحركه دي. اصلا في ناس كتير يا جماعه بتقعد تقول بايديكي وما بايديكي، ما هو الاكل البيتي وليا ولجوزي ولولادي هقلب بايدي طبعا عادي، ايه المشكله؟ هما الناس اللي بتيجي تعجن قبل العجانات بقى والقرع ده كانوا بيعجنوا ازاي؟ مش بايديهم؟ المهم فكرتوني بابني والله العظيم. كان ابني اول ما نزلنا مصر كان نجيب عندنا محل كده حلو اسمه الحداد، مطعم جميل قوي اسمه الحداد، بيبيع فول وطعميه سندوتشات بقى وكده، طعمها حلوه خالص خالص. فكنا بنجيب منها وبناكل. كنت انا اللي بنزل اجيب لان انا اللي عارفه، هم ما يعرفوش حاجه في البلد عندنا يعني. فلما ابني بدأ يعرف بقى البلد وبدأ يمشي بقى وينزل الدروس بتاعته وعرف مكان المطعم وكده، لما جه معايا مره واتنين بقيت اقول له يا حبيبي ممكن تجيب لنا سندوتشات فول وطعميه وانت جاي. اول مره راح يجيب سندوتشات فول وطعميه تمام، ما جابش لنفسه. ليه يا حبيبي ما جبتش لنفسك؟ امال هتاكل ايه؟ ما لازم نفطر سوا او نتعشى سوا. ما عدتش واكل فول وطعميه خالص من دول من بره. ليه؟ ان ابني بيقرف جدا يا جماعه جدا. ده الراجل بيعجن الطعميه بكوعه. قلت له بكوعه ازاي؟ قال لي والله العظيم الطعميه بتوصل لكوعه وهو بيقلبها ويقوم منزلها من ايديه كده اهوت ومن كوعه. ايه اللي يعني؟ ايه يعني يا حبيبي؟ ايه يعني يا عبدو؟ عادي عادي، اعتبر كوع امك عادي يعني. يقولي لا وايه القرف ده ومش عارف ايه، ومبقاش يرضى ابدا خالص تاني ان هو ياكل سندوتشات فول وطعميه من بره. المهم يا جماعه هنا بقى بدات ان انا تبلت السمك خلاص وحطيت كنت هرصه في ثانيه واحده بس ما نفعش.
فجبت الصينيتين دول وحطيتهم بقى الفرش، قسمتها على الصينيتين وحطيت السمك فيهم. عملت ايه بقى هنا في البولة دي؟ جبت معلقتين صلصة كبار، وجبت معلقتين زيت زيتون، وما هو مفيش مادة دهنية خالص في الأكل خالص اهو، زيت زيتون، وحطيت عصير ليمون، وبس كده. وقلبي بقى، قلبي كويس جدا جدا، اخلطيها خالص. وجيبي بقى الصينية بتاعتك دي مع الفرشة، تجيبي فرشة كده وتبدأي تدعكي السمك من فوق او تدهنيه بالخلطة دي اهو. نبدأ ندهن السمك كله بالخلطة دي، وسيبيه بقى ساعة او 2 قبل ما تولعي عليه علشان خاطر يتشرب التتبيلة واللحم ياخد من التتبيلة. ويفضل يعني انك لو عندك وقت اعمليه من بالليل وسيبيه في التلاجة، واصحي بقى ولعي عليه، هتلاقيه بقى شرب من التتبيلة واخد يعني كفايته ووفايته من التتبيلة بتاعتك دي. والله كانت رهيبة، كانت صواني السمك دي رهيبة. هو بقى عندي طبعا منه عينته في التلاجة اليوم كده، بقى طلعه ما جنب بواقي اكل مثلا او حاجة. طبعا وانتي رايحة تسويه هتحطي شوية مية في الصينية من تحت، حطي كوباية مية هنا وكوباية مية هنا دي يعني ايه، زودت شويه زيت لان بنتي بتقولي ماما كده برضك مش واخد زيت كفايه. قلت له اهو، قلت لها اهو حطيت شويه زيت زيتون حواليه كده. قالت لي عشان الخضار يا ماما اللي تحت. لو انت كده دهنتي السمك فين الخضار معلهوش زيت يعني. قلت لها اهو يا ستي. غلفتها بقى بالفويل كده وسبتها شويه في التلاجة قبل ما اولع عليها، يعني عامله بدري يعني. هنا بقى لما قربنا بقى خلاص ساعه الغدا، رحت بقى حطيته في الفرن عشان يستوي. ورحت بقى اعمل لهم الرز البني ده. الرز البني بعمل ايه؟ بصل بس كده مفروم او مقطعه بالسكينه رفيع او صغير، وبشوحه لحد لما يتحمر خالص. عايزاه يكرمل معاكي بسرعه احط له شويه سكر. وبعد كده بحط كمون وليمون مطحون، مش ممكن تستغني عن كل ده بالكمون بس انا بحب طعم الحاجه بتاعتي كده. حطيت ليمون وبابريكا وكزبره وكمون. وطبعا ده السمك وهو في الفرن اهو زي الفل. وده الرز اهو لما اتشرب، وقطعت جنبه بس بصل ابيض وعليه خل وبابريكا. شايفين جمال السمك؟ والله لذيذ جدا جدا. اتغدينا بقى وغسلت المواعين وخلصنا، ونزلنا بقى نروح نزور معرض الكتاب. هو فاتح لمدة 5 ايام. طبعا معرفتش اصور لكم كتير قوي فيه لان انا كنت عايزة استمتع ان انا اتفرج، يعني اتفرج على الكتب واخد راحتي كده بصراحة. كان في كتابين كده كنت نفسي اجيبهم، كتاب اسمه هكذا تتعافى، وكتاب كده صباحات مع القهوة او لحظات مع القهوة، مش فاكرة اسمه بالظبط. بس لقيتهم بصراحة يعني غاليين عليا الفترة دي، يعني كانوا بناتي كمان بيجيبوا كتب، فانا مرضتش ان انا اجيب دلوقتي، وقلت اما ابقى انزل مصر ابقى اجيبهم، لان انا مش هروح تاني بقى المعرض، احنا زرناه مرة. بس حقيقي يا جماعة اغلب المعارض هناك مصرية ما شاء الله. وكتاب ممتلئ بالفراغ ده برضو نفسي اجيبه، برضو جميل جدا. في كتب حلوة جدا كمان كنت شايفة في جرير الكتاب ده اللي هو 100 يوم من التحدي. روعة الكتاب ده، بيقولك تاكلي ايه وتشربي ايه كل يوم وتلعبي رياضة ايه. ودي كتب عجبتني، صورتها كده علشان فيما بعد ان انا اجيبها واحد ورا التاني، يعني لما احب اقرأ. روحنا بقى البيت وكده، عملت لي كوباية لبن زبادي بخل تفاح، ده طبعا قبل ما هنام يعني بشوية. وكنت البسكوتة دي كانت في شنطتي، قعدت اكل منها حبة بحبة كده لحد لما قلت بقى اخلصها بقى قبل ما اشرب اللبن ده. وده كان اليوم بتاعي، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش لايك للفيديو وكومنت حلو منكم، وتقولوا لي ايه رأيكم في الروتين. واشوفكم على خير ومع الف سلامة.